السلام عليكم المشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى من الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد اليوم مع الطبخ المغربي مع ملاك على القناه في اليوتيوب وفي الفيسبوك اسماء الروم. وسمحوا لي حتى كنطول عليكم الغيبه، واخا هكاك راني ما ناسياكم. جبت لكم فيديو جديد، السفه ديال السميده اللي كتجي رائعه وكتجي رطبه مذاق اللي شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. راها كتجي محلوله وكتجي رطبه وهشيشه ولذيذه ما شاء الله. غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر بس صدق معكم هاد الصفه بهاد الطريقه هذه. غير اللي اول مره غادي يشوف القناه وعجبو المحتوى يدير لنا اشتراك وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء وواحد اللايك الفيديو هكا باش كتزيدوا تدعموني. نواصل في هذا المحتوى هذا، وشكرا من القلب الخالص للمتتبعين وحتى المشاهدين المتتبعين اللي انضموا للقناة جداد. شكرا لكم من القلب الخالص. وهنايا غادي نبداو يا بسم الله على بركة الله. خديت هنايا نص كيلو ديال السميده ديال كسكسو ديال العبار ماشي ديال الباكيه، وضفت عليها تقريبا 4 المعالق ديال الزيت، وغادي نبقى نبسبس فيها بهذه الطريقه. نحاول نشرب هذاك الزيت فيها مزيان بهذه الطريقه هذه. يعني الفرق بين ديال الباكيه حتى هي كتبسبسيها بالزيت بهذه الطريقه هذه، ولكن كتكبي فيها الماء وكتخليها حتى كتشرب. السميده ديال العبار ما كتكبيش فيها الماء وكتخليها تشرب. بزاف الناس اللي داروا هذا الغلط هذا كتعجن، هي ملي كتكبي فيها الماء وكتخليها كتعجن. ديال العبار كتعجن، ديال الباكيه لا. ديال الباكيه كتكبي فيها الماء وكتخليها كتنشف صافي. هذه غادي نقرش فيها غير بهذه الطريقه هذه، غير شويه باش ما تعجناش بهذه الطريقه هذه. وكنحاول نشربها هذاك الماء مزيان صافي. دابا غادي نضيف عليها الملح على حسب الذوق، يعني ما نقولش لكم معلقه ولا 2 معالق، على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الملح ناقص، كاين اللي كيبغيه قليل، على حسب الذوق الملح صافي. وغادي نبقى نرش في الماء بحال هكا ونحاول غير نبسبسها مزيان. وهنايا غنجيب هاد الكسكاس اللي غنوضع فيه هاد السميده هادي وغادي نحطو يفور. هنايا من بعد ما فارت ليا التصفيره الاولى غادي نرش الماء ونحاول تاني ندلكها مزيان. هاد السفه ديال السميده كتبغي تدلكيها مزيان، ما كتحاوليش تعطيها الماء بزاف، يعني غير القياس قل من اللي كتعطي السميده كسكسو، وغير كتحاولي تدلكيها. شوفوا راه غير شيشه بحال هكا وكنحاول نبقى ندلك فيها، يعني نبقى ندي ونجيب فيها بهذه الطريقه هذه. راه ما بغيتش نبقى نطول عليكم الفيديو بزاف، يعني غير هاد الطريقه هذه بحال هكا غادي تفهموا بلا ما نحتاج نبقى نطول في الفيديو صافي. وغادي نعقب الرش تاني ونبقى ندي ونجيب فيها وكنحاول ندلكها بينات ايديا بحال هكا باش كتجينا رطبه صافي. وغادي نديرها المره الثانيه وغادي نديرها المره الثالثه والرابعه هي اللي غادي نحطها فيها. هنايا من بعد ما درتها المره الثانيه والمره الثالثه، المره الثالثه درتها بنفس الطريقه اللي درت فيها المره الثانيه. هذه هي الاخرى اللي غادي نحطوها فيها صافي. دابا عندي هنايا كاس تاع الحليب بحال 2 كيسان تاع العلبه، وعندي هنا كاس تاع السنيده مع مرش، وعندي 2 معالق كبار تاع الزبده. يعني السنيده ممكن تضيفوا على الربع على حسب الحلاوه اللي كيبغي الحلاوه. هنايا واخا تبان لكم بحال بدات تعجنات راه ما تخافوش منها نهائيا، غادي غير نبسبسوها بهذه الطريقه وغادي نغطيوها ونخليوها بحال هكا. هذا هو العبار ديال نص كيلو، راه كتجي رائعه. وكنحاول ندلكها بهذه الطريقه هذه كما كنقول لكم، الا بغيتوها تجي رطبه وتجي هشيشه ضروري ما تدلكوها صافي. ودابا غادي نغطيها ونخليها حتى كتشرب ليا مزيان هذيك الزبده والحليب. ضروري في التصفيره الاخرى ما كنغطيوها بهذه الطريقه وكنخليوها حتى 10 دقائق عاد كنرجعوا ليها بحال هكا نحلوها بهذا الشكل هذا. راه كتجي رطبه وكتجي لذيذه بزاف. شوفوا هذا الشكل دابا كي ولات، وكتحاولوا تحلوها بين يديكم بحال هكا، تحاولوا تدلكوها مزيان بينات ايديكم حتى كتوليو تحصلوا على قوام رطب بزاف. يعني ما كتحسوش بديك الحروشيه ديال السميده، مني ديروها بينات ايديكم كتحسوا بها رطبه بزاف، يعني ما كتبقاش ديك الحروشيه ديال السميده
نهائيا، ماشي بحال الكسكسو، كتكون رطبة كتر من السميدة فاش كنديرو كسكسو. صافي غادي نبقاو بهاد الطريقة هادي، شوفوا الشكل كيفاش راه كتبان معلكة وكتكون رطبة. شوفوا كيفاش ملي كنديرو هكا بينات ايدينا راها كتكون رطبة بزاف، يعني ضروري ما تخليوها ترقاد معاكم باش كتعطيكم هاد الشكل هذا. وهنايا خديت كاس ما مملوش ديال الكوك، يعني اختياري، اللي بغى يضيفو، اللي ما بغاش بلاش، هي كيعطي واحد اللذة اللي كتكون لذيذة، كيعطي واحد المذاق زوين كيعجبني انا فيها الكوك، كيعطي واحد اللذة روعة. وهنايا خديت شوية تاع الزبيب بعد ما غسلته مزيان حتى هو غادي نضيفو، كما كتعرفوا راه كيعطي لذة حتى هو رائعة مع السفة، اي سفة ديال الروز ديال السميدة ديال الشعرية كيعطي مذاق زوين. وهنايا غادي نجيب الكسكاس اللي غادي نضيف فيه هاد السميدة. صافي هذه هي التصفيرة الاخرى اللي غادي صافي نحطو فيها، نقدمو فيها هاد السفة ديالنا. غير تبعوا معايا الفيديو بهاد الطريقة، راني حاولت نفسر لكم اكثر ما كاين، وسمحوا لي الا غلطت في شي حاجة وما يعني ما قدرش نوصل لكم الرسالة كيف ما هي، كنتمنى من الله انكم تسمحوا لي، واي سؤال دخلوا كتبوه لي في التعاليق راني غادي نجاوب عليه. هنايا ها هي من بعد ما حيدتها قدمتها في هاد الطبسيل، وهنايا كنت خديت كاوكاو من بعد ما حمرته وقليته وطحنته في الهشوار، هو 2 معالق تاع السنيدة ومعلقة تاع القرفة، راه كيعطي واحد اللذة اللي كتكون غزالة. غادي نقدم به هاد السفة اللي عندي، ممكن تقدموها بالشكل ديالكم اختياري باش ما حبيتو نتوما، وتبعتو شوية تاع سكر صقيل وزوقتها حتى بشوية تاع القرفة، يعني التقديم الاخير كيبقى اختياري ديكم باش ما حبيتو نتوما تقدموها. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، راها كتجي غزاله. هنايا بسم الله، وهذه هي الوصفه ديال السفه ديال السميده. كنتمنى من الله عز وجل انها تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على مشاهده الفيديو. غير ما تنسوناش من اشتراك ومن لايك الفيديو، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم.